صديقي، احنا موضوعين في اكتر من 90% من قرارات. لو مش مصدق نجرب ده عملي دلوقتي. لو قلت لك مستشفى، طبيب، ممرض، سرنج، وبعدين اسمح لي اسالك، ايه اول حاجه جت في بالك لما اقول لك اللون الابيض؟ بلطو. في علم النفس ده اسمه البرايمنج افكت. ممكن معلومه بسيطه تجهز مخك لرد معين، وده معناه انك ممكن تاخد قرار او تصرف بناء على محفز او طعم كان محطوط ليه. سنة 1996 تحديدا في نيويورك، الباحثان تشومباج وتينيا تشارتلاند جابوا 30 طالب من الجامعة ما عندهمش اي مشكلة في الحركة، وما تقالهمش ان التجربة دي عن الحركة او المشي، بس قالوا لهم ان التجربه دي عن ترتيب بعض الكلمات العشوائيه، وانكم تحاولوا تطلعوا جمله مفيده من الكلمات دي. خلوا 15 طالب يرتب بعض الكلمات زي شيخوخه وضعيف وكسل وبطيء، وخلوا ال 15 طالب التانيين يرتبوا كلمات زي قوه، نشاط، سرعه، نجاح، وبس كده. قالوا لهم ان التجربه خلصت وتقدروا تتفضلوا. ولكن اللي كانوا بيقيسوه فعلا هي سرعه مشي الطلاب قبل وبعد ترتيب الكلمات. والمفاجاه، ال 15 طالب اللي كانوا بيرتبوا كلام عن الشيخوخه والكسل، سرعه المشي بتاعهم قلت وهم داخلين عن وهم خارجين. والعكس حصل مع المجموعه الثانيه اللي كانت بترتب كلام عن النشاط والنجاح، لقوا ان سرعتهم زادت عن ما كانوا داخلين. صديقي، انت لو متعرفش الكلام ده اخطر مما تتخيل. عارف ده معناه إيه؟ انك لما تتعرض لحافز ممكن يأثر على قرار او اختيار ليك. حضرتك او حضرتك لو رجعت دولابك دلوقتي مش بعيد تلاقي اكتر من نصه ما كانش باختيار واعي منك. عايز تفهم اكتر؟ البرايمنج ده ليه انواع. رقم واحد، الايموشنال برايمنج، بيديك حافز علشان يحرك العاطفه او الدوافع او الاحتياجات بتاعتك. اغلب الشركات الكبيره عملت كده. عندك مثلا شركه اوبر واندرايفر وكريم بيقدموا نفس الخدمه، ولكن لو سيادتك اب وعندك اطفال وعايز تطلب لهم عربيه علشان خاطر يروحوا المدرسه او الحضانه، حضرتك هتفكر تطلب اوبر. ونفس الكلام لو حضرتك بنت وراجعه من شغلك متاخر، حضرتك هتفكري تطلبي اوبر، لان اوبر بتخاطب وبتبيع لك دايما وبتعمل لك حافز وبرايمنج في كل اعلاناتها عن الامان. بعكس شركه اندرايفر، حضرتك شاب او موظف وداخل على اخر الشهر، او مستواك المادي زي حالاتي واضطريت تطلب عربيه، حضرتك هتفكر في اندرايفر، لان اندرايفر دايما بتخاطب وبتبيع وبتعمل لك حافز وبرايمنج عن انت اللي بتحدد تسعيره المشوار بتاعك. شركه كريم تسكت لا تعمل لك برايمنج عن احنا ملوك الزحمه وحافظين شوارع مصر. فلو حضرتك مستعجل او في منطقه زحمه او مش عارف المكان اللي انت فيه، حضرتك في الاغلب هتفكر تطلب كريم. والنوع الثاني اسمه السيمانتك برايمنج، وده بكل بساطه انه بيستخدم كلمات معينه علشان تخدم اللي هو محتاج يبيعه، زي اللي انا عملته معاك في اول الفيديو. واغلبنا فكر في كلمه بلطو. ليش انت مش لوحدك، انا جربت الموضوع ده مع 5 من صحابي، في 4 منهم قالوا البلطو، وطبعا بيستخدموه في حاجات كتير جدا. لو حضرتك مغترب ودخلت مطعم وفتحت منيو لقيت فيه ملوخيه بيتي مثلا او فراخ بيتي، حضرتك هتفكر في ده اول حاجه. ده كمان شركه ابل بتستخدم يونيك او فريد علشان تشتري الايفون وتحس انك انسان مميز. يجي بقى للنوع الثالث، الفيجوال برايمنج، اللي مثلا حضرتك نفترض ان انت رايح مول، حضرتك هتلاقي كميه صور واعلانات بره على يفط، اقل صوره 20 متر في 20 متر. ومش بس كده، ده حاطط لك الوان زي الاصفر علشان يحرك الجوع ولفت الانتباه، وحاطط لك اللون الاحمر علشان يحرك الاثاره وسرعه القرار. طبعا الراجل اللي عمل التصميم او الديزاين متوسي جدا. الكالر جريدنج والكونسنتريشن مخلي الالوان هتطلع من عينك، عشان حضرتك لما تلف لفتك جوه المول وتبدا تجوع، اول حاجه هتفكر فيها يلا يا باشا احلى واحد برجر. دلوقتي ازاي عرفت حضرتك بتتخدع في معظم القرارات؟ حابب بس انوه، مش اي حد حاطط صوره عليها راجل بعضلات او بنت جميله او حتى فيديو مستخدم اسم شبه علمي زي الفلفلين او البتنجاتونين وحضرتك تروح تشتري منه. لو حضرتك هتستخدم البرايمنج في البراند بتاعك، مهم قوي حضرتك تجاوب على سؤال ان البرايمنج ده امتى يكون اخلاقي وامتى يكون غير اخلاقي. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، وممتن قوي لتعليقاتكم على الفيديو اللي فات ودعمكم، حقيقي ده بيفرق معايا. لو عجبك الفيديو ده وحاسس انك عرفت حاجه جديده، ما تنساش لايك وشير. لو انت على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.